فيلمنا بيبدأ مع دينيس وهو في حفلة تخرجه من المدرسة الثانوية، وأثناء ما هو قاعد على المسرح بيفتكر كلام ريتشي صديقه وهو بيقول له إنه لو ما صارحش بحبه لزميلته بيث مش هيشوفها تاني إلا في حفلة لم الشمل اللي بتتعمل بعد سنين من التخرج، وساعتها بيث هتبقى تخينة وحامل ومتجوزة واحد غيره أصلا، وبينصحوا ريتشي إنه لازم يقول اللي في قلبه في خطاب التخرج بتاعه، وبيكون جه دوره عشان يقول خطابه، وبيطلع قدام الحضور وبيقول لهم إنه مبسوط بانتهاء دراسته الثانوية، لكن حابب إنه يبص للماضي شوية للأربع سنين اللي قضاهم في المدرسة، وإن بقاله سنين نفسه يقول اللي جواه وجه الوقت انه يتكلم. وبيقول دينيس لصديقته بيث انه بيحبها من زمان، من ساعه ما بقى قاعد وراها في اول لقاء بينهم، وان مفيش حاجه تانية هيخليها في قلبه من غير ما يقولها، وبيتمنى من كل الموجودين انهم يعملوا زيه، زي مثلا اللي لازم تعترف ان بيبقى عندها مشاكل كبيره بعد الاكل ومخبيه على اصحابها، واللي لازم تقول على نفسها انها تافهه عديمه الاهميه وشخصيه محدش بيحبها حتى، واللي يقول انه بيحب التنمر على اي حد لانه مريض نفسي وعنده مشاكل من وهو صغير، واللي مش بيقدر يكتفي بصديقه واحده عشان يثبت انه قوي وهو ضعيف وفاشل. وبيكون دينيس بيقصد بكلامه ناس معينه قاعدين قدامه وبيكونوا عارفين نفسهم، وبعد ما بيخلص الحفله بيلاقي ان كل واحد من اللي اتكلم عليهم بيبص له وعايز ينتقم منه، لحد ما بيلاقي ان بيث جايه تتكلم معاه وبتقول له انه احرجها بكلامه، لكن خطابه كان جميل عشان كده هتسيبه يعيش، فبيعرض عليها انها تيجي الحفله اللي هو يعملها مخصوص لو وافقت على دعوته. وقبل ما تقول له قرارها بتلاقي كيفن حبيبها جاي من ورا دينيس عشان يضربه بسبب الكلام اللي قاله عليه، وبيقول له انه مصيره في يوم هيقتله لكن مش في ارض المدرسه، وبيسيبه وبيروح لحبيبته بيث. وبيرجع دينيس لبيته وبيتمشى شويه مع ريتش، وبيبقى دينيس شاكك في صاحبه انه مش بيحب البنات لانه ولا مره شافه بيحاول يتقرب من بنت ولا حاول حتى يرتبط. وبيروحوا هما الاثنين على بيت دينيس عشان يحضروا الحفله اللي بيث مش هتجيها، وبيحاول ريتش انه يفهم صاحبه انها فعلا مش هتيجي ومستحيل تفكر اصلا في موضوع حفلته لانها مش مهتمه بيه نهائي، لكن دينيس بيكون متفائل زياده عن اللزوم. وبيجي اهل دينيس وبيقولوا لابنهم انه يستمتع على قد ما يقدر بالحفله لان بعد الصيف ده ممكن ينشغل في الحياه الجامعيه وساعتها مش هيلاقي وقت للاحتفالات، وبيقولوا ان في شمبانيا في التلاجة عشان لو احتاجوا يشربوا لكن بلاش يكتروا فيها عشان ما يسكروش، وبيسيبوا له البيت عشان يبدا حفلته. وبيفضل دينيس مستني بيث على امل انها تيجي، لدرجه انه بيطلع في الشارع عشان يدور عليها، وبيلاقي بيث جايه عليه بالعربيه بتاعتها وبتكون سواقتها سيئه جدا لدرجه انهم بيخافوا تدوس عليهم وبيجروا على بيتهم. وبتكون بيث كالعاده جميله ولابسه على الموضه، وبيدخلوا بيت دينيس وبيستغربوا انهم اول ناس يجوا الحفله لانهم ما يعرفوش انهم الوحيدين اللي معزومين بس. وبيحاول دينيس انه يفتح اي حوار مع بيث لكن بيبان انه سخيف جدا، وبيعزم عليهم بشامبانيا وبيحاول انه يفتحها عشان يصب لهم، فالغطا بتاعها بيضرب في وشه وبيقع على الارض، وبتحاول بيث انها تفوقه عشان تطمن عليه. وبعد ما بيقوم بتقول له انها لازم تمشي دلوقتي وان حفلته جميله، وقبل ما بتخرج من البيت بتسمع صوت العربيه بتاعت كيفن حبيبها، وبيكون جاي ينتقم من دينيس على الكلام اللي قاله عليه في حفله تخرجه، فبيجري دينيس عشان يلحق يقفل باب بيته والشبابيك قبل ما كيفن واصحابه يدخلوا منها، لكنه بينسى الباب الخلفي اللي بيدخل كيفن منه فعلا، وبيبدا انه يدمر كل حاجه في البيت لحد ما بيمسك الميكروويف وبيرميه على دينيس عشان يموته، لكنه بيخرج من الحيطه اللي فوقيه هو وريتش، وساعتها بيهرب دينيس وريتش على الدور الثاني لحد ما بينطوا من الشباك هما الاثنين وبيقعوا في الجنينه، وبيكملوا هروب من كيفن واصحابه اللي عايزين يقتلوهم. واثناء ما دينيس بيهرب بيلاقي ان بيث جت بعربيتها وراه وخبطته في الطريق بسبب سواقتها العظيمه، وبيبقى قصدها اصلا انها تساعده، وبتركبوا معاها العربيه بتاعتها وبياخدوا ريتش وبيهربوا من المكان فورا قبل ما كيفن يمسكهم. وبيفتكر ريتش لما كان مع بيث في اختبار السواقه بتاعتها وكان هيموت بسبب تهورها وسواقتها المنيله بنيله، وبيحاول دينيس انه يتصل باهله عشان يطمنهم عليه ويشرح لهم اللي حصل في البيت، فبياخد تليفون بيث لان نسي تليفونه في بيته اما كان بيهرب، وبيسيب لهم رساله انه خارج مع اصحابه دلوقتي. وبعد ما بيخلص رسالته بتاخد بيث التليفون منه وبترميه بره العربيه عشان كيفن ما يعرفش مكانها عن طريق برنامج تحديد المواقع، وبيقفوا عند اقرب مكان عشان يجيبوا مشروبات وحاجات ياكلوها، وبعدها بيروحوا عشان يخيموا في مكان لوحدهم. وبيحاول دينيس انه يفتح الازازه باسنانه زي ما بيث بتعمل فبيتكسر ضرسه، واما بيرميه بيخبط في راس بيث، وبيفضلوا قاعدين سوا. وبيقوم ريتش مع تريس وايم اصحاب بيث عشان يتمشوا شويه في الغابه اللي قاعدين فيها، وبيلاقوا بقر كتير قدامهم، واما بيحاولوا انهم يتصوروا معاهم بيلاقوا كل البقر جري وراهم، وبيعض ريتش وبيرجع على مكان العربيه وهو مرعوب بسبب العضه. وبتبص بيث على رجله وبتلاقي ان الكوتش بتاعه مش نظيف، فبتجبره انه يرميه عشان يركب عربيتها تاني وبيكملوا رحلتهم اللي هم فيها. وبيروحوا على بيت اولي زميلتهم اللي عامله فيها الحفله، وبيبقى هي دي اللي دينيس قال عليها في خطابه انها تافهه وملاش لازمه. وبيدخلوا الحفله وبيبقى دينيس بيراقب بيث من بعيد وبيطلع الحمام، ولكن كريج بيظهر فجاه من وراه وبيبقى هو زميله اللي قال عليه في الخطاب بتاعه انه مريض نفسي بسبب تنمره على كل المدرسه وان اكيد كان عنده مشاكل كتير في طفولته، فبيعرف دينيس انه هيموت الليله دي، وبيبلغ كريج ان ليه الحق في قتله بعد اللي قالوا عليه وانه يموت على ايده احسن ما يموت على ايد كيفن. لكن بدل ما كريج يضربه بيلاقيه بيعيط في حضنه وبيساله هو عارف
مطمنين عن المشاكل اللي واجهها في طفولته. فمش بيفهم دينيس يتصرف ازاي. المهم انه مش هيموت ولا يتضرب من كريج. بعد ما بيحضنه كريج بيسيبه وبيمشي، وبيروح دينيس عشان يشرب اي حاجه مع صاحبه. وبيقول له ريتش ان فكره الخطبه بتاعته كانت حلوه قوي لانها هي اللي وصلتهم للي هم فيه دلوقتي. فبيقول له دينيس ان بيته اتدمر وكان هيموت بسبب كيفن ومفيش حاجه حلوه فيهم نهائي. وبيكمل يوم اما بتجيله زميلته عشان تطمن عليه وعلى اللي حصل في وشه. فبيقول لها ان كيفن صديق بيث هو اللي ضربه بالشكل ده، بس هو دلوقتي في المستشفى بعد ما هو اللي ضربه. فبتقول له ان كيفن في الدور الثاني اللي معاهم في الحفله. فبيترعب ريتش ودينيس وبيقرروا هما الاثنين انهم يهربوا بسرعه قبل ما كيفن يشوفهم. وقبل ما يخرجوا من باب البيت بتناديه اولي انه يقف مكانه لانها ناويه تنتقم منه بسبب اللي هو قاله عنها في الحفله. وبيبقى معاها كيفن وبتشوفه بيث بعينها وهو بيخونها مع اولي. وبينزل كيفن عشان ياخد دينيس للصاله لانه ناوي يضربه لحد ما يموته، وبيستنجد باي حد في الحفله. فبيجي مدرب المدرسه وبدل ما ينقذ دينيس بيقول لهم انه عايز قتال عادل بينهم من غير عض ولا خربشه ولا شد شعر، والقتال هينتهي بمجرد ما واحد فيهم يغمى عليه. لكن دينيس بيمتنع عن القتال لانه عايز يهرب وخلاص. فبيضربوا كيفن، وقبل ما يكمل عليه بيجي كريج وبيضربه عشان ينقذ دينيس من بين ايده. وبنلاقي ان بيث كمان سرقت العربيه بتاعت كيفن ودخلت بيها جوه بيت اولي نفسه عشان تاخد دينيس واصحابها وتهرب بيهم. وبيبقى دينيس زهق من كل اللي بيحصل له طول الليله من مصايب ومشاكل وخناقات. فبتقول له بيث ان المكان اللي هم رايحين له ده اخر المصايب اللي هيعملوها النهارده. وبيروحوا للمدرسه بتاعتهم وبيكون بيث معاها المفتاح بتاعها، وبيدخلوا قاعه اللعب وبيخلوا دينيس قاعد قدامهم وبيعملوا له الاستعراض بتاعهم عشان يبسطوه وينسى كل التعب اللي حصل له طول اليوم. وبعدها كلهم بيجهزوا ينزلوا حمام السباحه بتاع المدرسه. وبيفكر دينيس هل ينزل معاهم ولا لا. وما بيقرر انه يغير هدومه بيلاقي في حد بيسحب اللبس بتاعه منه فبيفتكرها بيث، ولكنه اول ما بيلف بيلاقي كيفن في وشه وبيضربه في وشه لحد ما بيقع في الارض. وقبل ما يكمل عليه ضرب بينقذوا ريتش وبيضربهم كلهم بالفوطه بتاعته بحركه معينه، واللي بيكون متدرب على الحركه دي بقاله سنين لان الاطفال كانوا بيتنمروا عليه وبيضربوا بيها دايما لحد ما اتعلمها واتقنها. وبيقدر انه يضرب كيفن واصحابه. وبيقول لدينيس والبنات انهم يهربوا بسرعه من جنبه. وبيجري دينيس من غير بنطلونه وبيروح يركب عربيه بيث من تاني. وبيفضلوا مستنيين ريتش اللي بينجح في ضرب كيفن وبيهرب منه بسرعه عشان يلحق يركب مع بيث. وبتقترح تريس عليهم انهم يروحوا للبيت الصيفي بتاعهم. بقى بيقول لهم دينيس انه اكتفى من اللي حصل له في اليوم وعايز يرجع بيته لان الموضوع ما بقاش لطيف بالنسبه له نهائي. فبتقول له بيث ان هو اللي بدا الموضوع كله لما قال عيوب الطلاب في وشهم وقدام اهاليهم وخلاهم عايزين ينتقموا منه، وانها ما جاتش بيته عشان افتكرته لطيف انما جات عشان تضحك عليه مش اكتر. والموضوع كبر لما كيفن اتدخل في الموضوع. وبيتضايق دينيس من كلامها لكنها بتتاسف له على قالته وبيروح ناحيه تريس. وبسبب اللي اتعرض له دينيس بتبقى هدومه مش نظيفه ومحتاجه تتهوى. بيقلعها وبيديها لبيث عشان تطلعها من الشباك وتهويها لكن لبسه بيطير من ايدها. وبينزل دينيس عشان يجيب هدومه وبيضحكوا كلهم على اللي هو لابسه. وبتنزل له بيث عشان تديله الشال بتاعها يلبسه بدل المنظر اللي هو واقف بيه ده. وبيسالها دينيس هي ليه مرتبطه بواحد زي كيفن. فبتقول انه كان لطيف في الاول معاها والكل بيحسدها عليه لحد ما اكتشفت خيانته وانه بيرتبط بالبنات مؤقتا مش اكتر. وبتساله عن سبب قراره بالقاء الخطبه بتاعته. فبيقول لها انه خاف يندم على حاجه كان حابب يعملها وما عملهاش لانه جبان، وعلى الاقل لما قال اللي جواه ارتاح ايا كان الموقف اللي حواليه منه. ودي بالنسبه له كانت الفرصه الاخيره وحب يستغلها. وبيلاقي اللبس بتاعه في الارض واما بيوصل له بيكون في راكون واقف جنبه وبيحاول انه يهاجمهم. فبيسيبوا اللبس وبيهربوا من المكان على بيت تريس وبيوصلوا له بسلام عشان يرتاحوا فيه. وبيفضلوا يشربوا شويه لحد ما الشمس تطلع. فبيروح دينيس وبيث عشان يشوفوا الشروق وبيفضلوا يتكلموا سوا. وبيقول لها انها كانت دايما مختلفه في نظره، مش لانها رئيسه المشجعات اللي الكل بيتمنى تحبه او يتعرف عليها لانه كان معجب بيها من سنه رابعه لكن ما كانش عنده القوه انه يصارحها بكده. وبتقول له بيث انها دايما كانت بتحب احلامه انه يطلع دكتور ونجح في تحقيق حلمه لانه هيدخل كليه الطب. ودي حاجه كانت هي بتتمنى يبقى عندها زيها انها تحلم بحاجه وتسعى ليها. انما دلوقتي وبعد ما اتخرجت مش عارفه هتروح فين ولا ناويه على ايه في مستقبلها. وبيتقرب منها دينيس وبيقول لها انها اكتر شخص يعرفه متفائل ومفعم بالحياه وده من اسباب حبه ليها جدا. وبعد ما بيخلصوا اليوم في البيت بيرجع دينيس من تاني لبيته وبيقول لاهله على اللي حصل له وانه قضى يوم غريب لكن مميز وكفايه انه قرب لبيث ودي حاجه كان بيتمناها من زمان. فبيقول لوالده انه لازم يتعاقب على اللي حصل في البيت وهيبقوا يفكروا في الموضوع ده بعدين. وبيروح دينيس لبيث وبيشكرها على اليوم الجميل اللي قضوه سوا وانه مش هينساها ابدا. وبيقول لها انه بيتمنى لو تفضل فاكره اليوم ده وما تنساهوش. فبتشكره هي كمان على اللي قاله لها وبتسيبه عشان ترجع من تاني لعربيتها. وبيتفقوا انهم هيتقابلوا في حفله لم الشمل اللي بعد سنين. فبيقول لها دينيس انها لو ما اتجوزتش ساعتها هيتجوزها لانه هيفضل يحبها دايما. وبيودعها بعد كده. وبيكون ريتش مبسوط جدا باليوم اللي قضوه. وبيقول لدينيس انه مش لازم يستنى حفله لم الشمل وانه ممكن يتواصل معاها تاني عن طريق الفيسبوك او يعرف هي هتعيش فين ويبقى يروح لها. يمكن الليله تتعاد من تاني ويقربوا لبعض اكتر. وبيوافق دينيس على كلامه وبيبقوا قضوا اجمل ايام حياتهم.